السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نهى وده بودكاست بداية جديدة. النهاردة عندنا قصة جديدة وحكمة جديدة، وحكمة النهاردة من قصة سيدنا يوسف عليه السلام. ولكن النهاردة مش هدفي إن أنا أحكي القصة، لأن كلنا تقريبا عارفين أحداثها، لكن هحاول أقولك إيه اللي ممكن نتعلمه منها في حياتنا. قصة يوسف بتعلمنا إن مش كل حاجة بتوجعك النهاردة معناها إن نهاية حياتك. يوسف التقى في البئر واتظلم واتسجن وهو بريء، لكن ربنا كان بيدبر له طريق هو نفسه ما كانش شايفه. وده أول درس، ما تستعجلش نهاية قصتك. انت ممكن تكون شايف البئر، لكن ربنا شايف التمكين اللي بعده. وتعلمنا كمان إن الظلم مش لازم يحولنا لأشخاص قاسيين أو وحشين. يوسف لما قدر على اخواته اختار العفو وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يعني أنا مش هلوم عليكم. يعني مش كل شخص أذاك لازم ننتقم منه، أحيانا أقوى انتصار إنك تسامح وتكمل حياتك من غير ما تحمل الكراهية جواك. وتعلمنا قصة سيدنا يوسف إن الصبر مش معناه إنك ما تحزنش أو ما تتعبش. سيدنا يعقوب حزن لكنه لم يفقد ثقته بالله. يمكن انت دلوقتي مستني شغل او مستني فرج او بتتعب حاجة بقالك فترة ومستني نتيجتها. افتكر يوسف، البئر ما كانش نهاية والسجن ما كانش برضو نهاية. يمكن انت كمان في فصل صعب من حياتك، لكن ده مش معناه ان القصة خلصت. فلو خرجت من الحلقة دي بحاجة واحدة، خليها انك ما تحكمش على حياتك من فصل واحد. اصبر واسعى وادعي، وخليك واثق ان ربنا شايف الصورة كاملة، حتى لو انت شايف دلوقتي جزء صغير منها. يمكن الحاجة اللي بتبكيك النهاردة تكون بعد فترة هي نفسها الحاجة اللي تقول عليها الحمد لله ان هي حصلت. واحيانا اجمل البدايات بتبدأ من اصعب النهايات. انا نهى، وكنت معاكم في بودكاست من بداية جديدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد. وما تنسوش برضو ان كل يوم في فرصة جديدة. اشوفكم على خير الحلقة الجاية. في امان الله، مع السلامة.